أبدأ الحلقة يا جماعة. أحب أقول لأي واحد يعني الزملكاوية، الجماعة الزملكاوية اللي بيقولوا إن إحنا والنادي الأهلي، إحنا كجماهير والنادي الأهلي نفسه بنجيب مش ورانا سيرة الزمالك، بنتكلم عن الزمالك. تمام ماشي. أهلي مين بقى يا حبيبي؟ اللي كل حاجة يتكلم عليك. أهلي مين؟ أهلي مين اللي مش فاضلك أصلا؟ يعني الاتحاد السعودي قرر اعلن على البطوله بتاع كاس العالم للانديه تتلعب يوم 12 ديسمبر لحد 22 ديسمبر. قبل منها البطوله تتلعب في جده. قبل منها عندنا البطوله الجديده اللي اول مره تتلعب النسخه السوبر ليج. قبل منها نهائي السوبر الافريقي. قول لي بقى، احنا عندنا وقت نبص ورانا كده؟ مش عندنا وقت، ما فيش وقت نبص ورانا. تمام. فاهلي مين بقى اللي مركز معاك وبيتكلم معاك؟ فعرفني اهلي مين عامة يعني. فانت بتتكلموا خلاص. يعني لو بنطلع بنتكلم بسيبكم تهروا، انتوا بتشتموا وتغلطوا، واحنا بنطلع نرد بنصحح لكم غلطكم. عشان ايه؟ فيه ناس برضو، بعض الناس بتصدق، يعني كجماهيركم انتوا بتصدقوا. بس لما بنطلع بالدقايق بالدلائل والحقائق خلاص هم اصلا عرفوا خلاص. لان اصلا انتوا كجماهير الزمالك نفسها زهقت منكم كاعلام زملكاوي. ويا ريتكم يا ريتكم يعني تعيشوا الاحساس اللي احنا يعني مره بس بنعيشه، مره واحده يا ريتكم تعيشوه. احنا مش بصراحه النادي الاهلي مش فاضي يبص وراه عشان يركز مع اي نادي تاني. طب هيركز معاكم ليه؟ خدتوا انهي بطوله عشان نركز معاكم؟ بتقدموا ايه انتوا عشان نركز معاكم؟ يعني ايه اللي انتوا خدتوه على مدار السنين عن من ساعه ما لعبتوا كوره؟ ايه اللي يعني ايه اللي انتوا خدتوه السنه دي؟ طيب عشان نركز معاكم بقى. ما انت اكيد بقى خدت اللي ما حدش خده عشان نركز معاكم. ما فيش حاجه انتوا خدتوها. لا بتقدموا، انتوا انسحبتوا. يعني اخر مره في السوبر انسحبتوا. طب ليه؟ هو ده اللي انتوا بتقدموه؟ احنا بنركز معاكم عشان كده. وانتوا بتدرسوا كمان. ده في حاجه كمان، ان انتوا ممكن ما تلعبوش الماتش الجاي في الدوري. وانا متاكد اهو. قبل الماتش. طب هقول لك، كهربا بيلعب في الدوري. كهربا بيلعب في الدوري. طب ما انتوا ما رضيتش تلعب في نهائي كاس السوبر عشان كهربا بيلعب. طب ما بيلعب في الدوري انسحب. ما تلعبش في الدوري بتنسحب. وكهربا يلعب ماتش الدوري. هتعمل ايه بقى؟ هتلعب؟ هو انت مش هتلعب عشان كهربا؟ انت خايف. انا عندي احساس من 10 ايام ان انا بقول لكم انتوا من ساعه ما طلعتوا بتاع السطلانه وانتوا اتلككتوا خلاص. مع ان رغم ان انا مش ليكم اصلا خالص، مش ليكم، بس انتوا بتتلككوا. معرفش ليه بصراحه يعني. اما عن كهربا بقى انه يتوقف وما يتوقفش، على ما اظن يعني مستشار مرتضى منصور ما هو خد حكم ان هو يسيب نادي الزمالك. مش حكم اتاخد انه يسيب نادي الزمالك. طب ورجع رئيس النادي بتاعكم رجع. احنا كاهلاويه بقى جينا حكينا ولكينا وقلنا ان ده رجع ليه مالناش دعوه، مالناش علاقه. كهربا برضو نفس النظام. لا، ما هي دي نفس العقوبه. اهي نفس العقوبه. ده اتعزل ورجع. ده خد 12 مباراه ومليون جنيه غرامه. تمام. بس اهو اشمعنى انتوا بتتكلموا؟ يعني انا مش فاهم. يعني دي زي دي كده. احنا اتكلمنا قلنا مين اللي بيجيب في سيرة مين دلوقتي؟ ما اعرفش والله. ربنا يشفيكم. بس اما بقى عن صياح بقى خالد الغندور، وان هو بيتكلم بقى، وانا هسمعكم ان هو بيتكلم بقى عن العقوبه بتاع كهرباء، وكانت مش عارف امتى ومش امتى والكلام ده كله. اسمعوا بس، اسمعوا. النهارده باين القضيه بتاعت كهرباء. مش كانت النهارده قضيه كهرباء يا جماعه؟
بصراحه جنان قال جنان لك والله. ما جينا يحكم عادل الشربجي، فكانت القضيه مش عارف كانت يوم كام، 28/5 باين ولا مش عارف كانت كام، وقال لك تم تاجيلها او في اول 6، قال لك تم تاجيلها ل 25/6، واول ما للحكم، يعني المفروض النهارده حكم. انا سمعتوا عن حكم؟ سمعتوا عن حاجه يا جماعه؟ كهرباء لعب لا النهارده ما سمعتش تمام؟ بصراحه. سمعتوا عادل الشربجي فين؟ في لجنه البيت يا عم، الاستئناف في يا البيت جدعان؟ والله، هو في البيت يعني. فين 12 ماتش بتوع لجنه الانضباط دول فين؟ والله بجد العقوبه فين؟ هي الكوره فين؟ عارفين الكوره يا بتاع ابن جورج المجنونه. سيتو؟ واحد يسالني سؤال ويقول لي هي الكوره فين؟ اقول له هو الحكم فين؟ هو عادل الشربجي فين؟ جنان الجن يا جماعه، الجن والله كهربا فين؟ جننه. فين؟ ايه ده؟ ايه البوظان اللي احنا فيه ده؟ يا راجل اتقي ايه الله. ده؟ لاعب معاقب من قبل لجنة الانضباط الذي لا يستطيع احد انه يكون واصي عليها وقراراتها نافذة، ولا تستطيع لجنة التظلمات الا تخفيف العقوبة، الاتجاه لتخفيف العقوبة. فلجنة جنان والله. التظلمات زي ما انتوا سمعتوا يا جماعه كده، زي ما سمعتوا ان هو النادي الاهلي وكهربا عامه اتجننوا والله، اتجننوا بسبب كهربا جننهم. طب احب اقول لك يا خالد يا غندور، احب اقول لك ان برضه سياده المستشار بتاعك رئيس النادي هو معزول، ايه اللي رجعه؟ ما دي حكم زي الحكم، حكم وكهربا بيلعب، ده رجع وكهربا بيلعب. وبعدين يعني هو اصلا ما كان حكم ظلم، هو كان ظلم، ما علينا. هو كده الحكم هيتنفذ تمام. بس هو طبعا انتوا بتحكوها في الاهلي، ودايما بتحكوها في الاهلي، وانتوا اللي بتتكلموا عن الاهلي دايما. يعني قناه الزمالك المفروض نحوش اللوجو بتاع الزمالك، نحط قناه الاهلي من كتر كلامكم، ورب الكون من كتر كلامكم عن النادي الاهلي بصراحه. يعني طب انا هعمل ايه يعني؟ انتوا بتطلعوا لنا بنتكلم كده. نيجي بقى في اخر حلقه نفكك بقى من ربنا يشفيهم ويشفي خالد الغندور، ان هو بصراحه اتجن. بصراحه انا شفت الفيديو، سمعت الفيديو عم اسف، ضحكت والله العظيم ضحكت. هي الكوره فين؟ هي العقوبه فين؟ جنان يا جماعه، جنان والله. نيجي بقى للصفقات بقى يا جماعه بتاع الاهلي. جينا اول حاجه طبعا بيراميدز، يعني بعد ما خد سيف فاروق جعفر ويوسف ابن اسامه نبيه، طبعا ابن فاروق جعفر، ولاد الزمالك، ولاد الزمالك هم برضو ابناء النادي. طبعا بيراميدز بفلوسه طبعا، دي بفلوسه داخل كمان، مش سايب الاهلي في حاله، وعايز ياخد طارق حامد وبن شرقي. طبعا بن شرقي عشان هو غالي قوي، وطبعا بيراميدز هتغلب الفلوس، معاه فلوس، وطارق حامد برضه. طبعا عشان طارق حامد بعد ما اتحاد جده خلص عقده معاه وقال له مثلا يعني خلاص كده مش عايزك مثلا، طبعا بيراميدز دخل بقوه، بصراحه بقوه. وهو بن شرقي طبعا الجزيره الاماراتي برضه خلص، قال لك يعني عرضه للبيع، بيراميدز داخل. طبعا هو بيراميدز داخل، باتشيكو بقى عارف، هو كان لعب، ما هو مدرب الزمالك لعب وشاف الجماعه دول، فهو عايزهم بفلوسه طبعا. خلاص طالما ان هو طبعا الزمالك بعيد بقى عن ايه، عن الفورمه. اما عن الصفقه بتاع الاهلي بتاع خط الوسط بديل حمدي فتحي، ان هو بيراميدز جاي من فيوتشر عايز طبعا محمد رضا بوبو بتاع فيوتشر، وعدد مبلغ خيالي فوق مما تتصور، يعني فوق اصلا حجمه. طبعا فيوتشر ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش. هو طبعا بيراميدز بتناكف الاهلي كده، بس فيوتشر لا حول ولا قوه، واخد خمسه من الاهلي اعاره، فالاهلي ماسكه من الايد اللي بتوجعه، ما يقدرش يعمل حاجه. لو خدنا الخمسه فضي فيوتشر خلاص. فطبعا والكلمه الاخيره
للاعب نفسه، الكلمه الاول الاولى والاخيره للاعب. واللاعب طلع قال لك اتمنى العب في الاهلي، واتمنى مين ما يلعبش في الاهلي، مين ما يتمناش يلعب في الاهلي. فطبعا دي ان شاء الله تبقى صفقه محسومه للنادي الاهلي. طبعا مع صفقات الناس بقى بتتكلم ويقول لك احنا ما ينفعش نتكلم ونقول، وانا ما اكدتش. بس حته امام عاشور انا ما احبش امام عاشور يجي الاهلي، ما تعرفش. ما هو امام عاشور يا جماعه عمل موقف قبل كده مش حلو مع اللعيبه، مع وليد سليمان ومع اللعيبه، والله اعلم. بس هو لو جه الاهلي هيتظبط، هيبقى حاجه تاني، هيبقى يعني ايه، هيبقى كويس يعني. اخلاقه اهم حاجه، الاخلاق واهم حاجه المبادئ بتاع اللي ياخد المبادئ وياخد يتظبط بمعنى اصح. بس انا مش مع ان حته امام عاشور، يا رب ما يجي، يا رب امام عاشور ما يجي. طبعا الصفقات بقى التانية يا جماعه، بن رمضان ده لاعب خطير ان شاء الله يجي. وطبعا اللعيبه اللي ايه، انا ما بحبش اسبق يا جماعه ايه، لان اصلا ما فيش حاجه ايه تبقى صدق لسه. ما انت بتسمع صفقات، ده قال لك ده جاي وده جاي وده جاي وده جاي وده جاي، ويجي بقى في اخر الموسم ولا في ايه بقى لما الانتقالات تيجي، ولا تلاقي هتلاقي عالم تاني. يابا عالم تاني غير اللي بيتكلموا فيه، عالم تاني غير اللي الكل الاعلام هارى فيه. بس يعني وده خلص الكلام. طبعا احب انا بقى اوضح حاجه اخيره في ماتش الاهلي امبارح، ما عرفتش اطلع امبارح. كل الاعلام قال لك الاهلي كان وحش، كان سيء، كان مش عارف ايه واللي ده يهري. بس انا بقول لا، كولر اقسم بالله الماتش ده بالنسبه له تدريب مش جرب ده ويشوف ده بعد الماتشات الجامده اللي لعبناها والبطولات اللي خدناها كتدريب. عوزنا الجون جبناه في الاخر، ما حدش اقسم بالله ما حد يقول لي ده ضربه جزاء، ما حدش يقول لي ده الاهلي مثلا في بعد الزول اللي عملناه ده، بعد البطولات دي والبطولات اللي هناخدها، ما حدش يقول لي ده الاهلي. لا مستحيل. الاهلي عاوز كده، اقسم بالله الاهلي عايز الماتش كده، وصعب نخسر. الاهلي قرص شويه جاب جون، خلاص يا جماعه خلصوا الماتش قبل ال90 جبنا الجون، خلاص هي كده. انا مع كده، انا مع الكلام ده. محدش يقول لي، انا بقى دي وجهه نظري وشايف كده. الاهلي لعب بارتياحيه ولعب زي ما هو عايز، خلص الشوط الاول عادي 0-0. هو ماتش يعني هدد في الكاس مصر دي تخوف، تخوف. بس لا انا برضو انا شايف ان كولر لعب الماتش بارتياحيه جامده، بيجرب ده ويجرب ده يعني. يعني لعب نزل ناس ما كانش يبدا بيها خالص، بدا بناس. وفي تغييرات كتيره في الماتشات الجايه، تغييرات في كل الخطوط. وانا بقى متاكد من الكلمه دي، تغييرات في كل الخطوط. وافتكروا كلامي، يلا سلام.